بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ معكم اليوم محاضرة جديدة من شرح الآلة الحاسبة في منهج صف 9 رياضيات، صفحة 28. طبعا قبل ما نخش في الشرح قبل كل شيء نصلوا على رسول الله جميعا. ثاني شيء نطلب منكم أنكم تدعموا القناة. نحن طموحنا إن شاء الله نوصل ل100,000 مشترك بعون الله، فنتمنى أنك أنت تكون سبب في وصولي لهذا الرقم. الحاجة الثانية، خلي الآلة الحاسبة في جنبك، وعشان ما نطولش عليكم أكثر نبدأ على بركة الله. أول شيء طلبة، عندي المقدار الثلاثي البسيط. خلينا قبل فيما سبق المقدار الثلاثي المركب، تو المقدار الثلاثي البسيط. أنا عندي الآلة حاسبة نبي نسفرها ونرد إعداداتها لأصلها، أو لو عندي فيها أي مشكلة حندي لك طريقة تضبط فيها إعدادات الآلة 100%. هنا أول شيء طلبة حنقول شيفت 9 3 يساوي. عاود مرة أخرى، شيفت 9 3 يساوي. هذه أول شيء. ثاني شيء نضبط الأعداد عليه المعادلات. المقدار الثلاثي حنقول مود 5 رقم 3، هيك أنا جاهز 100%. هنا عندي الA والB والC طلعت لي في الآلة. الA وين؟ هي هذه الA، والB وين؟ هي هذه الB، والC وين؟ هي الC. تمام. معامل الA كم في البسيط؟ 1. طبعا نحن عارفين ان البسيط ما فيش في جنبه ولا رقم الا الواحد. طب الواحد ما يكتبش. اذا كان في رقم ثاني خاطي الواحد فمعناه نقولوا عليه مركب، عشان نقولوا عليه بسيط. تمام. هذه بالنسبه لدرسنا، يعني ان شاء الله يكون واضح وبسيط. هنا يا طلبه ركزوا معايا، عندي الA قلنا 1 حندير 1 يساوي، الB 3 حنديره 3 يساوي، والC 2 حنديره 2 يساوي. نديرو يساوي. كم طلعت لي؟ الإكس 1 -1. ريتها لما تطلع لك -1 اعكس الإشارة فقط، ديرها موجب. إذا طلعت موجب ديرها سالب، إذا طلعت سالب ديرها موجب. معناها عين زايد 1 بالنسبة للأولى، والثانية حنقول يساوي أخرى، معناها طلعت لي بالسالب حتى هي -2، معناها عين زايد 2. اعكس الإشارات فقط. بالنسبة للأولى دو تضربها حترد أصلها، عين ضرب عين حتقعد هنا عين تربيع. تمام. وعين في موجب 2 حتقعد موجب 2 عين، وسالب 1 في عين حتقعد سالب، وموجب 1 في عين حتقعد موجب عين، مفيش هنا سالب. وموجب 1 في موجب 2 حتقعد هنا موجب 2. عين للتربيع تنزل زي ما هي لأن مفيش ولا حاجة يعني مشابهة لها. 2 عين زائد عين هنا حدود متشابهة. العين قلنا مقامها معاملها 1 ولكن مش مكتوب، معناها 2 عين زائد عين حتقعد موجب 3 عين زائد 2. معناها هنا يا الطلبة طلعت لي عين تربيع زائد 3 عين زائد 2، وهنا عندي كم عين تربيع زائد 3 عين زائد 2، يعني عين تربيع زائد 3 عين زائد 2، وهنا عين تربيع زائد 3 عين زائد 2. فمعناها شنو؟ ردت لي أسرع، وفي الآلة يعني طلعناها 100%. تعال نحل مثال آخر ونأكد عليه، ولكن ما بعد الأمثلة هذينا أنت تأكد بروحك. تمام، يعني حتقعد ماش عندك فيها أي مشكلة. هنا س للتربيع زائد 7 س زائد 6، حنقولوا هنا مود 5 3. تمام. قلنا س للتربيع معاملة كم؟ 1، ندير 1 يساوي. ها إن شاء الله واضحة 100%. هنا 7 البي اللي هي كم؟ 7، حنديروا 7 تساوي. طبعا نراعوا الإشارات. وهنا 6 حتى هي نديروا 6 يساوي. طلعت لي هنا الإكس كم؟ -1. قلت لك لما تطلع -1 معناها بنديرها بالموجب، معناها س زائد 1. فنديروا يساوي أخرى، طلعت لي -6، معناها س زائد 6. تعال نأكد عليها، س في س تربيع، س في موجب 6 موجب 6 س، وموجب 1 في س حتقعد موجب س، وموجب 1 في 6 حتقعد موجب 6. س للتربيع تنزل زي ما هي، موجب 6 س زائد س حتقعد موجب 7 س زائد 6. فبالطريقة هذه ردت لي أصل يا طلبة س للتربيع زائد 7 س زائد 6، وأنا عندي س للتربيع زائد 7 س زائد 6. فمعناها الحل صحيح 100%. تعال هنا يا طلبة عندي في المعادلة هذه حنقول شفت 9 3 يساوي. حنقولوا هنا مود 5 3. تمام، هيك 100% الآلة جاهزة. هنا زين للتربيع، ريت يا طلبة هذه زين للتربيع، شنو معاملها؟ معاملها 1 يساوي. هنا موجب 12 نديروا 12 يساوي، وهنا عندي 36 نديروا 36 يساوي. الإكس كم طلعته؟ -6، معناها الزين كم؟ موجب 6. اللي بعدها دير يساوي أخرى، طلعت لي كم؟ طلعت لي 1. فمعناها لما تطلع لك بالطريقة هذه 1 يا طلبة ركز لي عليها، تطلع لك بالطريقة هذه 1 معناها القوس هذا بيتكرر مرة أخرى، معناها حنقولوا هنا زين زي 6 مرة أخرى. تمام. تعال نأكد عليها ونشوف. ريتها لما تطلع لك هيك، ريتها تطلع لك 1 أخرى، معناها متكررة مرة أخرى. زين في زين حتقعد هنا زين تربيع، وزين في موجب 6 حتقعد موجب 6 زين، وموجب 6 في زين حتقعد موجب 6 زين. تمام.
وعندي هنا موجب 6 في 6 حتقعد موجب 36. حتنزل زين للتربيع، تمام، زايد 6 زائد 6 حتقعد 12 زين حدود متشابهة يا طلب، هذه نجمعها زائد 36. ردت لي أصلها يا طلب ولا ما ردتش؟ ردتها، هي نفسها. فركز لي عليها بالله عليك، فطلعت 100%. الآخريات حنحطهم في الآلة من غير ما نحللها، لأن باش نختصر الوقت، ما نبيش الفيديو يطول أكثر من هيك، تمام؟ حتى أنت ما تملش. هنا ركز معايا، مود وهنا 5 وهنا 3 قلنا صح؟ حنقولوا هنا المعامل ذا للتربيع كم؟ 1 ونديروا يساوي، وهنا عندي كم؟ 10 نديروا 10 نديروا يساوي، وهنا عندي 36. طبعا راعي الإشارات كل الموجب. حتقعد إذا طلعت بالطريقة هذه فمعناها شنو؟ فيها خطأ المسألة. إذا طلعت هيك فيها خطأ. ليش فيها خطأ؟ هنا عندي ذا للتربيع، ركز معايا، زايد 10 ذا زايد 36، والمسألة هذه خطأ، ما فيش مسألة في الكتاب كي أنا كتبها خطأ، تمام؟ هي ذا للتربيع ناقص 12 ذا زايد 36، هنا ناقص مش زايد. حنعدلها وحتطلع، أنا كاتبها خطأ. إذا طلعت بالطريقة هذه معناها خطأ، ما يطلعش حل، تمام؟ حنعدلها أنا، حنقول هنا ذا للتربيع ناقص 12 ذا، تمام، زايد 36. هيك انا متاكد حتطلع. ليش؟ لاني انا كاتب مساله خطا كنت، تمام. واحسن حاجه نحن كتبناها على خطا باش تطلع لنا بالطريقه هذه، باش تعرف ان هي ما تنحلش. معناها اذا كانت هيك معناها فيها خطا او ما تنحلش، تمام. بس حنجربوا هذه باذن الله حتطلع معنا. حنقولوا شيفت 9 3 يساوي هيك صفرناها. بعدين حنديروا مود، حنقولوا 5 3، تمام يا طلبه. هنا عندي معامل الذال التربيع كم؟ 1 تساوي، هنا عندي سالب 12، نقولوا أنا سالب 12 تساوي، أنا عندي 36. هتطلع عندي الإكس بكم؟ ب6. معناها الإكس الأولى كم؟ سالب 6. معناها ذا ناقص 6 الأولى، والثانية هتطلع عندي 1 نفس الشيء، حتى هي ذا ناقص 6. لو نضربها حترد لي أصلها، يا طلبة. باهي نفس الأولى ولكن مختلفات الإشارات. نجي للأخيرة، هنا ميم للتربيع ناقص 7 ميم زائد 12، ميم للتربيع ناقص 7 ميم زائد 12. تعال نديرها في الآلة حاسبة. حنقول شيفت 9 3 يساوي، حنقول أنا مود 5 3، تمام. هنا عندي ميم للتربيع معاملها 1 تساوي، هنا عندي سالب 7، هنديروا سالب 7 يا طلبة، تمام، سالب 7. باهي عندي أنا كم؟ موجب 12. تعال أنا موجب 12 تساوي طلعت لي كم الإكس بكم؟ ب4. من الميم ناقص 4، قلنا تطلع بالموجب ديرها بالسالب، تطلع بالسالب ديرها بالموجب، بس بسيطة جدا. الأخيرة ميم هذا كم؟ 3، بالموجب ديرها ناقص، ميم ناقص 3. تعال أكد عليها، ميم ضارب ميم تربيع، ميم في سالب 3 سالب 3 ميم، سالب 4 في ميم سالب 4 ميم، سالب 4 في سالب 3 موجب 12. هتنزل ميم للتربيع سالب 3 ميم ناقص 4 ميم، شرطين متشابهات، نجمع ونضع نفس الإشارة، حتقعد سالب 7 ميم زائد 12. إذا ردت لي أصلها فالمسألة صحيحة 100%، سواء هذه هي يعني المسألة صحيحة 100%. لما ترد لي أصلها في الأخير فمعناها شنو؟ أنت أكدت على حلك والمسألة صحيحة 100%. إن شاء الله يكون الشرح واضح ومبسط. نسأل الله أن يوفقكم جميعا. سامحونا على الإطالة. ما تنسوش إنكم تفعلوا زر الاشتراك في القناة. كذلك حننزل محاضرة أخرى بإذن الله تعالى، فأنت فعل زر الجرس علشان أول ما ننزل فيديو حيطلع عندك الإشعار بإذن الله، وحتكون متابع معي أول بأول. سامحوني على الإطالة. نسأل الله أن يوفقكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.